ناس كتير مستغربة ليه الجانب الإسرائيلي عمال يصعد بشكل غير مباشر وشكل مباشر ضد مصر، وانزعاج شديد جدا في القيادة الإسرائيلية وخصوصا نتنياهو. الأمر ببساطة قبل ما أي حرب مدافع ما بتبدأ بيكون في حرب نفسية وحرب عصبية على أعلى مستوى، ودي مش رفاهية، دي جزء أساسي للتحضير للحرب في أي مدرسة استخباراتية أو عسكرية. قبل ما بتسمع صوت المدافع في معركة تانية بتبقى شغالة جوه العقول والأعصاب. اللي بيكسب الأول بيكون عنده أفضلية ضخمة قبل الحرب الحقيقية ما بتبتدي، لأنها بتحدد لو كان الخصم هيدخل المعركة بروح قتالية عالية ولا هو مكسور نفسيا وعصبيا من البداية. جزء من التخطيط ده هو إرهاق العدو نفسيا، تهديد، تهدئة مزيفة، تهييج الرأي العام. وبعد ما بيعمل ده بيبتدي يعمل تشيك، يعني يبتدي يدور ويشوف ويفحص ايه النتائج اللي وصلنا لها. فانت هنا عندك الجانب المصري وعندك الجانب الإسرائيلي. يعيش لخائت هات ساد هامتسري في يعيش لخائت هات ساد هاي إسرائيل. اعمل بقى شير للفيديو وركز معايا كده عشان هنلعلع بالمعلومات. الجانب المصري اهان الجانب الإسرائيلي جدا، وده مزعل الجانب الإسرائيلي جدا على فكرة. طب ازاي؟ في المرحلة الأخيرة تم التصعيد ضد مصر على جميع المستويات. ده قعد يضغط عليك بحاجة اسمها قافلة، قعد يضغط عليك بحملات إعلانية، قعد يضغط عليك اللي انت مجوع الناس، قعد يضغط عليك باللي بيقفل لك سفارات، قعد يضغط عليك اللي انت لقيت قادة حماس بتطلع بتقول لك اسحفوا يا مصريين على الحدود، قعد يضغط عليك بأشكال كتير جدا جدا جدا، لدرجة ان في عناصر جوه مصر اتقبض عليها كانوا عايزين يعملوا قلق جوه مصر. كل دي عوامل ضغط، كل ده العدو عمال يضغط عليك علشان تنهار. فبيتفرج بعد ما يخلص الضغط بتاعه بيتفرج على رد فعلك. ما هي العملية عملية بينج بونج، بينج بونج. فهو عمل البينج بتاعه، فهو مستني البونج بتاعك انت، البونج بتاعك اللي هو متوقع انهيار. فيبتدي الجزء المصري يبتدي يتحرك، اللي هو الجزء الإسرائيلي مستنيه. طب الجزء المصري اما اتحرك عمل ايه؟ عمل حملة أمنية ضخمة جدا على ناس مشهورة على التيك توك ببلاغات متقدمة ضدهم ان هم بيسيئوا لقيم الأسرة المصرية، وفي ناس غضبانة كتير منهم. فهو يجي يبص عليك، انت ليه ما قلتش مش وقته؟ ده انا عندي مشاكل على الحدود، ما ينفعش اخد خطوة زي دي كبيرة جدا على منصة شبه تيك توك بجمهور ضخم جدا. لا، اخد القرار. طب اجل شوية، يعني خلص الحدود وبعد كده ابتدي يتحرك في ملف ضخم شبه ده. لا يا باشا، اتفضل في شغلك. في العلوم الاستخباراتية انت كده بتقول للإسرائيليين وما وراءهم: جماعة انتوا ولا حاجة، ولا ليكوا اي تأثير، واحنا عايشين حياتنا عادي وشايفين شغلنا عادي. اللي انت بتتفرج عليه ده انت بتشهد على التاريخ، انت بتتفرج على حرب عقول. الحتة اللي انا بكلمك فيها دي مصنفة في علوم الاستخبارات Pre-Conflict Psychological Operation، حرب نفسية وعصبية. في التحليل الاستخباراتي العدو هنا بعد الحملة اللي حصلت على القبض على مشاهير التيك توك، نظرا للي فيه بلاغات متقدمة فيهم واتقبض عليهم في التوقيت ده، جوه أجهزة مخابرات العدو بيعمل حاجة كده استخباراتية اسمها استعراض مصفوفة المؤشرات. ببساطة كده، ببساطة بشرح مبسط عشان تفهمه، بيحط مثلا 3 حاجات أساسية. هو بيحط كذا حاجة بس 3 حاجات أساسية بيتحطوا في المصفوفة دي: التوقيت، التغطية الإعلامية، القدرة على التنفيذ. يعني هو بيدرس اللي انت عملته دوت مع التيك توك. ابسط الحاجات بتتحلل في مباني الاستخبارات في الدور الرابع عندهم، او في الفيلا اللي في حي هاد شيرون، تمام؟ بتتحلل جوه عندهم في الجانب الاسرائيلي. اقول لك بتتحلل، كل صغيره وكبيره بتتحلل. طب في الموقف بتاعنا ده قول لي كده ال3 حاجات اللي انت بتقول لي عليهم كتوقيت والقدره على التنفيذ والتغطيه الاعلاميه. هقول لك التوقيت هنا هو حط عنده في المصفوفة ان التوقيت ده هو تحرك في ملف داخلي ضخم جدا بالتزامن مع احداث خارجية على الحدود المصرية الاسرائيلية مهمة جدا. طب بالنسبة للتغطية الاعلامية، تم تغطية خبر القبض على التيك توك على جميع الاخبار والقنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، ووضحنا رسالة من الجانب المصري للجانب الإسرائيلي إن الحدث الداخلي ده ليه أولوية عن تغطية ما يحدث عندك أنت واللي أنت بتحاول تعمله معايا على الحدود. يعني أنت ولا حاجة خالص بالنسبة لي. لما بنيجي البند القدرة على التنفيذ بيحط كده
البيانات قدامه، فبيبص كده بيقول لك الأجهزة الأمنية المصرية قادرة على التحكم وضبط الأمور والملفات الداخلية مع التزامن مع الحفاظ على الملفات الخارجية وتأمين الحدود المصرية. طيب إيه الرسالة اللي وصلت لإسرائيل؟ إن مصر لا تظهر حالة استنفار كامل موجهة فقط للملف الخارجي خالص، لا عادي شغالة على كل الملفات بكل بساطة وكل هدوء. في المخابرات الإسرائيلية أي حدث بارز في مصر بيتم تحليله وبيتحط علشان يظهر كمؤشر للدولة المصرية. يعني ايه مؤشر للدولة المصرية؟ في مؤشرات كده في الاستخبارات، في الأجهزة عموما الاستخباراتية، في مجموعة من المؤشرات. اللي حصل ده باختصار يعني اللي حصل في مصر دوت والقبض على التيك توكرز في الحالة اللي مصر بتواجهها ده حاجة اسمها هاي كاباسيتي سيجنال. يعني الدولة المصرية قادرة على إدارة جبهات متعددة في نفس الوقت. اللي مصر بتعمله للعدو واللي هو واضح جدا على أداء القيادة الإسرائيلية وأداء خصوصا نتنياهو هو خلق إحساس الارتباك اللي مصر بتوصلها للعدو، اللي هو احنا مش متأثرين بالتهديدات ومصر واثقة جدا من نفسها. وعلى فكرة دي حقيقة، ولو لاحظت هتلاقي ان مصر على مدار عامين عمالة توصل إشارات ورسائل متضاربة للعدو إن مصر جاهزة خارجيا وأمنيا ومصر منشغلة داخليا. ده بيحصل بقاله فترة طويلة، انت ممكن ما تكونش ملاحظه بس ده بيتحلل استخباراتيا. المثال اللي ممكن يكون واضح لك انت دلوقتي اللي حصل ان محافظ شمال سيناء وقف على الحدود وادى رسالة ارض هزت القيادة الإسرائيلية. ده بنقول للعدو احنا جاهزين امنيا وخارجيا، وفي نفس الوقت بقبض على تيك توكرز عشان بيهدوا القيم المصرية، فانا بقول له انا مشغول داخليا. هو ده اللي بيحصل، الاشارات المتضاربة. طيب ده معناه ايه؟ لو انت عايش 2025 وبتتفرج على الفيديو بتاعنا ده، انا بقول لك انت بتتفرج على اقوى معركة عقول ما بين الجانب المصري وما بين اعداء كتير جدا. وزي ما قلت لك قبل ما بتسمع صوت المدافع، في معركة ثابتة وشغالة، هي معركة العقول والاعصاب. اللي بيكسبها الاول بيكون عنده افضلية ضخمة لما الحرب تبدأ فعلا، لانها بتحدد ان كان الخصم بيدخل المعركة بروح قتالية عالية ولا هو مكسور نفسيا وعصبيا من البداية. الفيديو ده طبعا بيدخل على ممرات استخباراتية وبيحللوا كل حاجة فيه وبيحللوا التعليقات اللي بتبقى مكتوبة فيه. فبالمناسبة دي ادعم الفيديو ده بلايك وشير، واكتب لنا في تعليق رأيك لو حصل صدام ما بين مصر وإسرائيل وانت كنت جزء في المعركة وشفت جندي إسرائيلي قدامك، هتعمل فيه ايه؟ خليهم يقروا التعليقات.